لما اغناطيوس يقول ان هذا جسد الرب ودمه محققا ما قاله بولس هنا، اجي انا بعد 500 سنه ولا 1500 سنه اقول لا ده مش جسد الرب ودمه، دي مجرد ذكرى، يبقى ده اسمه ونخرج على النص. من يأكلني يحيا بي. الفكرة الباطلة اللي انت سلمت نفسك ليها بالفكرة الجديدة اللي عجبتك. خدوا بالكم بقى من بقية الفجور. فالراجل لقى نفسه مزنوق، طب يطلع منها ازاي؟ بس هو دخل بفكرة، ليه الكهنوت هو اللي في ايده كل حاجة؟ ليه عشان اوصل لربنا لازم بالكهنوت؟ اكسر الكهنوت ده ازاي؟ قول مفيش كهنوت. طب هنعمل ايه في الاسرار؟ مدهوس على كله. المعمودية قول معمودية الروح، الجسد والدم قول ذكرى، اصنعوه لذكري. فيبقى عندنا مرة رمزي ومرة ذكري. فلاقي نفسه عمال يطلع من نقرة يقع في ضحضيرة. هو عمل في نفسه كده لأنه بيتقدم لأكثر فجور. هو مش عارف هو رايح فين، هو عايز يطلع لكبريائه، فبيخرج بأي طريقة بيلاقي نفسه بيورط نفسه. يتقدموا لأكثر فجور. الحيلة الشيطانية اللي بتمسك عقل إنسان عشان تخليه يخرج بدع. ده قال إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه ليست لكم حياة. من يأكلني يحيا بي. جسدي مأكل حق، دمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا. لازم أثبت فيك طبعا، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيء.